الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من الفضائل التي حث عليها الإسلام، وهي من ذوات الأجور الكبيرة والأعمال التي لا تكلف الإنسان شيئا، لا تكلف الإنسان جهدا بدنيا ولا جهدا ماليا ولا مشقة فيها أبدا. وهذه الفضيلة هي فضيلة التسليم أو فضل السلام. فضل السلام ونشر السلام. فالسلام من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وقد يخفى هذا على كثير من الناس، وقد لا ينتبه إلى فضل السلام الكثير من المسلمين، مع أنه مما أمر به الإسلام منذ بدايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على نشر السلام والبدء بالسلام، وجعل ذلك من خير الأعمال التي تدخل الإنسان إلى الجنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام مقرونا بقيام الليل والصلاة عندما ينام الناس، وبالإنفاق والإطعام، ثم جعل جزاء ذلك دخول الجنة. ففي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، هذا قيام الليل، تدخل الجنة بسلام. هذا الجزاء. فانظر، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فعبد الله بن سلام ممن أسلم من اليهود، من أحبار اليهود، أول ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أول ما رأيت أن وجهه وجه صادق. وروى هذا الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أفشوا السلام يعني الإفشاء، طبعا نشره. أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. إذا هذا من أعظم الأعمال، يدل على عظمة العمل أن يكون ثوابه عظيما، أن يترتب عليه جزاء دخول الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما في الحديث في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. فالأعمال التي تدخلك الجنة فهي من أعظم الأعمال، لكنها في الحقيقة أعمال سهلة وميسرة، ولا تكلفك لا أن تنفق مالا، ولا أن تبذل جهدا بدنيا، ولا غير ذلك. ومع ذلك العمل عمل عظيم، والثواب ثواب جزيل. فهل نفشي السلام؟ وإفشاء السلام هو أن تسلم على كل أحد تمر به أو تدخل عليه أو تلتقي به، عرفت أو لم تعرف. أما إذا كنت تتخير: والله فلان أسلم عليه لأنه صديقي، أو فلان أسلم عليه لأنه زميلي في العمل، أو فلان أعرفه من حارتنا أو من منطقتنا، ومن عدا هؤلاء ممن لا تعرفهم إذا مررت به، مع أنك تعرفه حقيقة في الوجه، لكن ليس بينك بينه علاقة قوية
تصلون معا في المسجد، ترى أنه مسلم يصلي إلى جانبك فيأتي ويمر بك ولا تلقي له بالا، سبحان الله. بل الأنكى من هذا والأشد سوءا أنه إذا سلم ربما لا ترد عليه السلام على أنه، أو ترد عليه سلاما يعني باهتا باردا، وهذا لا ينبغي، لأنه إذا سلم عليك إنسان لابد أن تسلم بالمثل أو بأحسن من ذلك. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا أقل من أن ترد بمثلها. إذا قال لك السلام عليكم فقل وعليكم السلام. إذن هي في الكيفية والكمية، مثل المثلية ليست فقط في اللفظ، بل حتى في الكيف. ورفع إليه يعني صوته ووجهه مبتسم، ويقول لك السلام عليكم مبتسما بشوشا، تقول له سلام، وعليكم السلام، وعليكم السلام، لا يكاد يسمع ردك. هذا ليس من الأدب، أنت الآن تخل بالواجب. فإذا البدء بالسلام هو الفضل الكبير. أما إذا بدأ بك وسلم عليك فالرد واجب، فالرد واجب، وينبغي أن يكون بالمثل أو أحسن، فردوا بأحسن منها أو مثلها. إما يكون الأفضل أن يكون يعني أعظم، يقول السلام عليكم، قل وعليكم السلام ورحمة الله. قال لك السلام عليكم ورحمة الله، فقل له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا. فأشعر يعني حبك ومقابلتك لأخيك بالحب مثله، فابتسم في وجهه، والابتسامة في وجه أخيك صدقة. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا نقصر في هذا الأجر العظيم؟ وكثير منا يقصر في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. دخول الجنة لا بد إلا بالإيمان، لأن بغير الإيمان لا مجال لدخول الجنة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني أن الإيمان لا يتحقق إلا إذا كان هناك محبة بين المؤمنين، المؤمنون بعضهم لبعض. إذن يعني كالبنيان، المؤمن يحب أخاه المؤمن، لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من لوازم الإيمان أن تحب المؤمن. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. إذا كان الإيمان يستلزم المحبة، فأنا أدلكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، على شيء يسبب لكم المحبة ويجلب لكم المحبة. قال أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام يؤلف بين المؤمنين، بين القلوب، ويؤنس القلب، ويجعل الإنسان يطمئن تجاه أخيه الذي يسلم عليه، ويستبشر منه الخير، ولا يتوجسه منه الشر، ولا يخاف منه. فلذلك إذن السلام هو سبب لدخول الجنة أيضا من هذا الباب ومن هذا الوجه. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهكذا ينبغي يكون شأننا. نسأل الله عز وجل ممن ينتهز الفرص ويأخذ بالفضائل ويغتنم أجورها، ونسأل الله عز وجل من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.